عايزة أعتذر لكل الناس اللي شاركت الفيديو اللي فات اللي كنت بتكلم فيه عن الطالبة بتاعت الشهادة السودانية، وحكيت قصة بتخصني الحقيقة. لأنه الطلب ده مني من زول أنا أبدا 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 ما بقدر أرفض لها طلب. خلاف كده شعرت إنه الفيديو ده حيخرجني من وقار حدادي على والدتي، لأنه طبعا من المعروف إنه على قدر ما فيديو بيجيب مشاهدات أكتر، ناس بتعمل له شير وحتى في الفيسبوك وغيره، فبالتالي بيجيك متابعين جديدين. وانا الحقيقه احس نفسيا ما عندي استعداد ابدا ابدا انه انا يعني اسمع اي تعليقات ما لطيفه. اللفت نظري وهو الحقيقه قبل ما اقول الكلام الثاني انه لازم هنا اقيف واقول انه الناس المتابعيني هنا انا بشكرهم جدا على ادب عالي شديد جدا جدا. شفتوا يعني اكتر وضوحا في الفيديو اللي نعيت في والدتي، يعني تهذيب عالي، اخلاق عاليه، كميه من الدعم غير محدود من ناس في الغالب ما بتعرفني ولا بتعرف والدتي. فبشكركم على كده. انا الحقيقه على قدر الامكان هحاول انه احافظ على المكان ده مساحه امنه. في تعليقات غريبه جدا اتكلمت عن انه موضوع العمر، لانه انا حددت الفتره الزمنيه، واي زول بيعرف يحسب حيكون قادر يعرف انه انا من ياتو جيل او عمري كم. انا ببساطه شديده ما كان ممكن اقول حصل زمان او لما امتحنا الشهاده السودانيه بدون تسميه الزمن. لكن حقيقه انا ما عندي اي مشاكل مع موضوع الزمن ده على الاطلاق، وما حتى بقدر افهم انه ليه السيدات بيتحسسوا من موضوع اعمارهم. والحقيقه ما بحب الكلمه اللي بتقول العمر مجرد رقم. it is just a number. it is not. it is not. اي حقيقه حولك بتوريك انك انت عمرك قدر شنو، واللي هي احنا المفروض نتباهى بالحكايه دي، لانه العمر الكبير بيجي مع خبرتك في الحياه، بيجي مع وقار عمرك واستمتاعنا بالسنه اللي بنعيشها دي. فما عندي مشكله ابدا انكم تعرفوا عمري. في شاب كتب تعليق ما لطيف ابدا ابدا يعني وما اخلاقي ويجزوا منه، قال لي يا اخي انت ما كده بقيت حبوبه. للاسف الشديد يا ريت والله، لكن ما بقيت حبوبه لسه، لانه اولادي صغار الحقيقه في السن، كمان مش ما حبوبه، اولادي صغار. آه، يعني ممكن يكونوا 11 و13 سنه، وده ما عشان انا صغيره، لكن عشان انا اتزوجت في الثلاثينات. على العموم بشكركم على الدعم الما محدود ابدا، ودي فرصه طيبه انه انا اقول ما تصدقوا ابدا كل الدعاوي اللي بتقول والله يا اخي احنا بنستاهل الحرب اللي حصلت لنا، لانه احنا ناس اخلاقنا بقت بطاله شديد، ولانه السودانيين عملوا من نماذج ممكن يكونوا الناس شايفينها حولهم وهي ما بتمثل السودانيين مهما كترت، حتى لو بقى مليون نفر، مليون شخص قاعدين يسيئوا باي طريقه لخصالنا الطيبة كسودانيين، ولكن يبقى الشعب السوداني شعب نبيل وشعب لطيف وما بيستحق أبدا الحرب اللي حصلت له، بالرغم من إنه الحروب دايما نبل ما، وللحروب دايما نزاهة ما، وللحروب دايما وجه تاني الناس ممكن ما تنتبه له حسي، لكن يوم حيشوفوه. بشكركم دايما، هشكركم كتر خيركم جدا، وبحتذر مرة تانية اني مسحت الفيديو. ودي فرصة طيبة اقول على عجالة انه بعد عملت الفيديو اكتشفت انه البيت تم عقابة بحرمانة 6 سنوات من الامتحان للشهادة السودانية، ودي حاجة ما عادلة. انت مش بتعاقب حسي، لانه هي مثلا لو افترضنا انه سنها اقل من 17 سنة فهي ذاتها ما ملزمة قانونا بأي أفعال بتفعلها. لو افترضنا، وده غالبا حيكون حصل، إنه هي ما امتحنت في السن، لأنه مساكين الجيل ديل والشباب ديل إنهم ممكن يكون اتأجلت لأي حاجة، أنت ما بتعاقبها، أنت بتعاقب أسرة كاملة، بتعاقب شعب كامل اتعود على إنه يكون دائما معاقب، بتعاقب أهل اللي أنت ما عارف الظروف اللي ممكن يكونوا مروا بيها عشان يقدروا يقعدوا بنتهم دي لامتحان الشهادة السودانية. أنت ما عاقبتها هي، أنت عاقبت الجميع. والشعب السوداني دائما معاقب، دائما معاقب، عوقب بالحرب لأنه سار، عوقب الناس اللي رجعوا أو الناس اللي كانوا موجودين في السودان بتضييق معيشة غير محدود على الإطلاق. ولكن دائما حيكون في أمل إنه في يوم من الأيام الحال ده بيتغير للأحسن إن شاء الله، يعني نرجو ذلك طبعا. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة مرور 3 سنوات على الحرب، وكل عام وإحنا متنافرين ومتخاصمين ومتزعلين ومصرين على إنه الحرب جيدة ولا بد من الاستمرار فيها، ورافضين أي كلام عن السلام، ومدعين إنه الناس اللي بيتكلموا عن السلام خونة وعملاء ومارقين. كل سنة وانتم طيبين.